تعالي نعرف مع بعض ازاي تبقي إنسانة هادية. الهدوء مش معناه إن انت تبقي ساكتة طول الوقت، لكن إنك تعرفي تتحكمي في مشاعرك وتتصرفي بعقلانية وقت ما يجيلك الضغط، سواء الضغط ده في بيتك مع زوج وولادك، أو في مدرستك مع أصحابك ومدرسينك، أو حتى في الشغل مع زمايلك، أو في أي موقف بتتعرضي له في الحياة. فعلشان تبقي إنسانة هادية ورايقة في وسط دوشة الحياة، الموضوع ده مش بيجي بين يوم وليلة، هو طبع بتعودي نفسك عليه لحد ما يبقى جزء منك فتكتسبيه بالتدريب. فتعالي نشوف مع بعض شوية خطوات عملية علشان نظبط الترمومتر بتاع دماغنا. أول حاجة، قعدة ال10 ثواني. أول ما يحصل موقف ينرفزك أو حد يرمي كلمة مش تمام، حاولي تمسكي لسانك ومتتكلميش لمدة 10 ثواني. ده بيخلي عقلك يلحق يحلل الموقف بدل ما لسانك يحدف كلمة مش تمام أو يوقعك في الغلط وبعدين تندمي. تاني حاجة، ما تاخديش كل حاجة على محمل شخصي. مش كل حد يكشر في وشك يبقى بيكرهك، ومش كل نقد يبقى هجوم عليكي. خففي الحمل كده عليكي شوية. ممكن يكون اللي قدامك ده مضغوط، تعبان، أو حتى يكون هو دبش بطبعه. فلما بتفكري بالطريقة دي، خاصة لو انت عارفة ان الشخص ده مش طبعه، دي بتبقى حاجة طارئة لكنه إنسان كويس، فده بيخليكي يعني ترتاحي وتبردي. وأيضا فلتر الكلام، مش لازم كل حاجة تردي عليها، مش أي خناقة لازم تدخليها، ومش أي نقاش مع إنسان مجادل لازم تكسبيه. فالشخص الهادي هو عارف إن السكوت مش ضعف، لكن عارف إن الكلام لا هيقدم ولا هيأخر ولا هيحل مشاكل، فيفضل عدم التدخل أو الاستمرار في مناقشة عقيمة. ثالثا، بلاش الأوفر أو التفكير بالزيادة. ما تقعديش تحللي في كلمة أو موقف حصل من سنة، ولا حتى تشغلي هم اللي هيحصل بكرة. عيشي يومك وعيشي لحظتك بتركيزها. فالإنسانة الهادية هي اللي بتعرف تعمل شوت داون لدماغها من وقت للتاني. برضو جربي لما تلاقي نفسك بدأتي تتوتري، لو كتافك مرفوعة ارخيها، لو صوتك عالي وطيه، فده بيجبر اللي قدامك إنه هو يهدي نبرة صوته هو كمان. وأيضا خذي نفس عميق من مناخيرك وطلعيه بالراحة، ده بيبعت إشارة للمخ إن كله تمام وبيرخي أعصابك. غيري البيئة اللي حواليكي، قللي قاعدة مع الناس الشكاية أو اللي مبطلش كلام في الغيبة والنميمة. نظمي مكانك، مكتبك، أوضتك، وحتى بيتك. فالكركبة في المكان بتعمل كركبة في الدماغ. كذلك افصلي من الموبايل والسوشيال ميديا شوية، لأنها بتوتر الأعصاب من غير ما تحسي. الخلاصة، الهدوء قوة مش برود. فالشخص الهادي هو اللي بيعرف يتحكم بأعصابه في الوقت اللي الكل فيه فاقد أعصابه. فابدأي بالتدريج، وكل ما تلاقي نفسك هتعلي صوتك أو تتنرفزي، افتكري إن راحتك النفسية أغلى من أي موقف.